قبل ما نبدا الفيديو سايب لكم قناه الراجل المحترم ده في الوصف بتاع الفيديو. الراجل ده بيعمل صور مصغره جامده جدا يا جماعه، روحوا اشتركوا في قناته وروحوا دعموه. بس يلا بقى بينا نبدا الفيديو. قصه الفيديو بتاع النهارده قصه نجاح محرك جدد اهو. يا عم ابسط، عملنا قصه نجاح حاجه اهو. وطبعا كالعاده عزيزي عندنا اسئله كتيره جدا. اول سؤال هو مين اللي عمل اصلا المحرك ده، وتاني سؤال اتعمل اصلا امتى، وتالت سؤال ازاي نجح، وايه الفرق اصلا ما بينه وما بين محركات الالعاب الباقيه. في واحد ممكن يسالني ويقول لي معلش هو ايه محرك الالعاب ده؟ محرك الالعاب ده بكل بساطه هو الاداه البرمجيه الاساسيه في عمل الالعاب. يعني مثلا ممكن تعمل العاب 3D او 2D منه من غير ما تحتاج انك تعمل الجاذبيه مثلا من الصفر او الرسومات. يعني من الاخر محرك الالعاب ده بيوفر للمبرمج كل حاجه من الصوتيات والرسومات وكل حاجه هو عايزها، اسهل بكتير قوي من اللي هو يعملها من الصفر. نروح بقى لقصه محرك جدد. محرك جدد اتعمل على ايد مطورين، واحد اسمه خوالنيتسكي واري المنظور. طبعا يا عزيزي الاكسنت مش احسن حاجه طبعا، بس عديها يعني لاخوه. المحرك وفكرته الاوليه اتعملت سنه 2007. طب هو اصلا المحرك اتعمل ليه؟ المبرمجين اللي انا قلت لك عليهم خوان وارل كانوا شغالين في استوديو اسمه، استغفر الله العظيم يا رب الاسم ده، اوكام استوديو. ده النهارده في اختبار اكسنت للصبح. هما كانوا بيشتغلوا على لعبه معينه في الاستوديو ده، فكانوا محتاجين محرك مرئي يقدروا يستخدموه بكل سهولة من غير ما يحتاجوا اي محركات تانية. طبعا بتخليهم يدفعوا، او ساعات برضو حتى لو هما مش بيدفعوا الحاجات اللي هما عايزينها ما بتبقاش موجودة. فقرروا المبرمجين خوان واري اللي احنا هنفضل نكرر اسمهم 500 مرة يعملوا المحرك ده عشان يكون خاص بالاستوديو بتاعهم. يعني هو اصلا كان في الاول كان معمول للاستوديو بتاع اوكام استوديو. في سنة 2014 قرر خوان واريل ان هم يخلوا محرك جدد اوبن سورس او بالعربي مفتوح المصدر. معلش بس يا محمد سامحني على جهلي، هو يعني ايه مفتوح المصدر؟ مفتوح المصدر ده هو ان اي شخص يقدر يستخدم المحرك ده ويغير على اكواد البرمجة بتاعته ويستخدمه في اللي هو عايزه. وده طبعا اكيد بسبب ان هو محرك اوبن سورس، معناه ان هو مجاني. وده بقى اللي هيخلينا نوصل لسبب نجاح محرك جدد، ان هو مفتوح المصدر، اي حد يقدر يعدل عليه وكمان مجاني. والسبب ده هو اللي خلاه ينافس المحركات الباقيه زي يونيتي وانريل انجن. وبس كده، وده كان فيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وشير في القناه، وعايزك تقول لي ايه رايك في الفيديو ده. وبس سلام.